طب تعالى نتكلم عن المميزات اللي ممكن تقنعك تخليك تشتري حتى لو انت مستغني عن حياتك. اول حاجه، لو واحد رمى سجاره، طوبه، اي حاجه اترمت في الطريق وانت لابس الخوذه وعامل كده اهو، مفيش حاجه هتيجي عليك، مفيش حاجه هتيجي عليك، فاهم؟ فانت جوه امان. دي اول نقطه مهمه جدا. تاني نقطة، ان انت جوه عالم افتراضي، يعني انت بقى مخنوق ومش عارف ايه وحاصل معاك خناقة او ايا كان اللي حاصل، فانت تقوم لابس خوذتك وماشي، تقعد بقى تغني جوه الخوذة، تقرا قرآن، تعمل اللي انت عايزه جوه الخوذة، تشتم، يعني مثلا تلاقي واحد ضايقك تقوم شتمه، فاهم؟ تشتمه، هو ما خدش باله انت شتمته، بس انت شتمته، طلعت كل الطاقة اللي جواك من غير ما هو ياخد باله ومن غير ما تتخانقوا مع بعض. فانت عمال تشتمه ومفيش حاجة مضايقاك. بتبص على واحد كده مثلا وهو ماشي بعربيته وعمل حاجة مستفزة، فتقوم باصص له ومطلع لسانك، ومحدش واخد باله ان انت مطلع لسانك، فاهم؟ ممكن تكون حاجه غريبه بس يعني تبقى مستريح نفسيا. بيبقى جواها نضاره شمس زي ما انتم شايفين. النضاره دي مش هينفع افكها واشيلها عشان جزء من الميستري بس بيبقى جواها نضاره شمس. غير نضاره الشمس دي بيبقى فيها نظام تهويه كويس جدا، بيدخل الهواء وبيمشيه جوه الخوذه، وبتبقى تهويه كويسه جدا معاك وانت ماشي على الطريق. بتحميك من البرد، بتحميك من الشمس، مش هتاخد ضربه شمس بسبب الخوذه، لان هي بتمنع الشمس ان هي توصل لمخك او لدماغك، فبتهديك وانت سايق في الحر، على عكس ما هو شائع والناس بتفتكر ان الخوذه بتحرر. هي مش بتحرر والله، هي بتمنع الشمس ان تبقى ضاربه في دماغك على طول. زائد ان هي بتمنع الاصوات اللي بتبقى في الشارع، اللي بتخليك وانت سايق على سرعات عاليه دماغك هتتفرتك من كتر الصداع، فهي بتمنع ده برضه. نقطه اخيره، انت مش هتاخد احترام البايكرز غير لو انت لابس خوذه. لو انت راكب بوكسر، لو انت راكب سكوتر، لو انت راكب اي حاجه ولابس خوذه، الناس كلها تديك التحيه. لو انت راكب هيابوزا، راكب اتش 2 ومش لابس خوذه، انا ما بديش لحد تحيه، ومفيش بايكر بيدي تحيه لحد مش لابس خوذه. ودي رول عالميه، تمام؟ فانت خليك عارف ان انت طول ما انت لابس خوذه انت واخد احترام البايكرز، ولو لا قدر الله حصل لك حاجه الناس كلها بتبقى زعلانه عليك، لان انت كنت عامل كل اللي عليك.